السلام عليكم يا شباب، واخيرا بطولة عربية لعبة يوجيو دول لينكس. طبعا هقول لك تفاصيل البطولة وهقول لك ازاي تشارك فيها، بس خليني اقول لك كمان ان جايب لك النهارده مجموعة حرفيا غير ادمية. انا مش فاهم بصراحة هم ازاي في قائمة البان ما ضربوش الحركة دي، بس خليني اقول لك ان ممكن الموضوع شوية يكون منطقي، لان الموضوع له علاقة بمجموعة الديستني هيرو، وكلنا عارفين يعني العلاقة ما بين كونامي والهيرو. وباختصار كده الشكل مش اف تي كي او المجموعة مش اف تي كي، ولكن لما بتبدأ اول بتقدر تعمل ملعب كده بحيث في دور خصمك او اول ما خصمك يستلم الدور بتعمل حركه كده معينه بتخلي خصمك ينهي دوره تلقائي. يعني ما بيلعبش، انت بمجرد ما يستلم الدور هتعمل الحركه دي فهينهي دوره تلقائي، فهيرجع لك الدور التاني. طبعا ملعبه هيبقى فاضي فهتقدر تنهي المبارزه. فعموما خلينا اوريك شكل المجموعه كده على السريع وشويه مبارزات ليها، بعد كده اقول لك بقى على تفاصيل وميعاد البطوله. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه. بلعب 20 ورقه، ولازم تلعب 20 ورقه عشان تقدر لو بدات اول تعمل الحركه اللي هوريها لك. اما بقى لو بدات تاني فانت عادي جدا بتلعب بالديستني هيرو، يعني كانك بادئ بيها تاني. وطبعا كلنا عارفين المجموعه اساسا فيها صامن كتير جدا وقويه جدا لما بتبدا تاني. طيب باختصار كده المجموعه بتعتمد على ايه؟ لو انت بدات اول بتعتمد على الوحش ده والورقه دي والوحش ده، يعني من الاخر الثلاث اوراق دول لازم تجيبهم. طبعا هتقدر تسحبهم ازاي؟ بكل سهوله. زي ما قلت لك انت لازم تلعب ب 20 ورقه، بحيث انك لما بتعمل كومبو المجموعه بتفضي مجموعتك، بيتبقى عندك 5 اوراق في المجموعه. طبعا باستخدام الوحش ده بترتبهم على حسب بقى الاوراق اللي انت محتاجها. يعني مثلا لو طلع لك ورقه من الثلاث اوراق دول فانت بترتب الورقتين دول. لو ما طلعلكش ولا ورقه عادي جدا بترتب الثلاثه ورا بعض، بس اهم حاجه يكون في ايدك الكوكيز بيل عشان تضيفه للملعب. وفي دور خصمك بتقدر تسحب الورقه الثالثه باستخدام الوحش ده. طبعا كل ده هوريه لك عملي عشان تفهمه اكتر اثناء المبارزات. طيب بدات اول هاند كويس جدا. ده بيلعب شيرة. في حد بيلعب شيرة دلوقتي؟ فعل طبعا المهاره. هرجع اكشف الاول لخصمي وارجعه. حلو جدا. طبعا بضيف الورقتين دول واعمل كومبو طبيعي جدا كبدايه يعني. حلو. الوحش ده ابعته للمقبره. اصلا في ايدي السولدير، انا كده كده بسرش عليه، يعني مش محتاج يطلع لك في ايدك. اوكي. فعل قدره وحشي. هنا بقى بتبعت للمقبره الوحش اللي انت محتاجه. كده كده بتقدر تبعته عن طريق لما تيجي تعمل فيوجن. انت الفكره كلها انك تحاول تخلي 5 اوراق في مجموعتك عشان ما تلعبش على الحظ. يعني محتاج خليها بعد ده، مش محتاج حاجه يعني عموما. بعد كده اضيف ورقه الفيوجن. اوكي. لينك بحيث اعمل سيرش. طبعا بعمل سيرش على وحش ستراتوس، وباستخدامه المفروض بعمل سيرش على السولدير، ولكن هو السولدير في ايدي فسرش على اي حاجه بقى مش هتفرق. اوكي. نسرش ستراتوس برضو، وبستراتوس تلعبه. كل ده عشان تقلل من المجموعه. ممكن اسرش على ديستني هيرو. بعد كده هات لينك 2 قبل ما تستخدم ورقه الفيوجن، عشان لو استخدمتها مش هتقدر تجيب الوحش ده اللي هي الورقه دي فيوجن ديستني. طبعا باستخدامها بجيب الوحش ده. طبعا بيجيب 3 وحوش. ابعد ده عشان لو احتاجته. انا دلوقتي مش هحتاجه خلاص، لان في ايدي ورقه وهرتب ورقتين كمان. اوكي. هنا عندي 6 اوراق في مجموعتي، خليهم 5 عشان تضمن خلاص. انت كده كده هتكشف ال5 اوراق باستخدام الوحش ده. ده بيبقى اضمن يعني، بدل ما تلعب على الحظ. خلاص ال5 اوراق اللي عندي هرتب الورقتين دول في الاول. بعد كده بورقه الفيوجن مع السولدير هسحبهم. طبعا خلينا نجيب ده عشان اقدر استخدم السولدير واستخدم الوحش اللي في الملعب. اوكي. برجع ورقه الفيوجن تاني عشان لو حبيت تجيب وحش الفينيكس. طبعا هسحب ورقتين. سحبت الورقتين خلاص كده انا مش محتاج حاجه. ممكن ابعت دي للمقبره. ما اقدر تاني ارجعه باستخدام الورقه دي. خليها ارجعه دلوقتي. طبعا مش هتستدعيه، لانك لو هتستدعيه مش هتقدر تعمل الكومبو. هقول لك ليه. اوكي. خلينا اجيب الديستني بالمره. خلاص ده مش محتاجه. ممكن تجيب باستخدامه، او كنت ممكن استدعي وحش من المقبره واجيب الديستني هيرو ديستروير، بس انا نسيت. مش مشكله، مش هتفرق. ده كل اللي انا محتاجه خلاص، مش محتاج حاجه تاني. طبعا لو جبت البلازما في وحش انا هحطه في ملعب خصمي هيتعمل له نجيت، فعشان كده مش هجيب البلازما. هنا بقى انت لازم يعني تلعب على الاكسترا ديك بتاعت خصمك.
هنا انت بتنقي وحش، يعني تحاول تنقي ليفل ما يكونش في مجموعه خصمك. هو تقريبا ما فيهاش 11 للشيرة او واحد، هي غالبا ما فيهاش واحد، بس خلينا يعني نلعب على الاضمن. طالما الورقه مش موجوده في الاكسترا ديك، ما عندوش ليفل 11، فهتضطر تبعت ورقه من ايدك للمقبره، فبتبعت ده. طبعا لما يروح للمقبره هيفعل قدرته ويروح لملعب خصمك، كده بقى وحش بتاع خصمك. فهنا هيفعل قدرته، لازم تبعت ورقه من ايدك. الورقه دي لما بتروح للمقبره بقدره من قدرات خصمك، بص هنا هيحصل ايه. هيضطر ينهي دوره تلقائي اند فيس. طبعا في الاند فيس بقى عايز تدمر الوحش اللي انت حطيته له، دمره. كده كده وحشك هيرجع لك تاني. هو عمل اند فيس عافيه، ما عندوش اختيار. يعني انت كانك بتلعب اف تي كي حرفيا. يعني ارخم كمان من الاف تي كي. ممكن ترجع ورقه الفيوجن تاني لو حابب. خلاص انت يعني عملت كومبو، بعد كده كأن اعطيت الدور لخصمك، فخصمك نهى دوره، ويعني الموضوع رخم جدا بصراحه. خلينا نجيب الوحش ده. طبعا هو مش عارف ما انسحبش ليه، قلبه جامد على قدرته. هات لو عايز بقى تجيب البلازما تقدر تجيبه خلاص. اوكي، اجيب نسخه تاني. خلينا نجيب البلازما. بعد كده خلاص بقى هاجم. طبعا البلازما اقدر هاجم بيه مرتين. هو مش عارف ما انسحبش ليه، قاعد ما تقريبا مبهور. هو مش فاهم، ممكن يكون مش فاهم هو انهى دوره ليه. هو عايز يقول يا جدعان انا ما نهيتش دوري. طيب المبارزه دي بلعب ضد مجموعه الفالمونيكا اللي هي المجموعه الجديده. هنا بص مش طالع لي ولا ورقه من اللي بستخدمهم عشان اخلي خصمي ينهي دوره. فهوريه انا، عشان كده جايب لك المبارزه دي برضه. اوكي، طبيعي بتعمل كومبو طبيعي جدا. في ورقه الفيوجن لينك بحيث اسرش على ستراتوس، وباستخدامه اجيب وحش السولدير. طبعا مهم جدا في الكومبو، بس مش هتعمل فيوجن غير لما تجيب وحش الفيوجن اللي بترتب الاول مجموعتك بيه، بحيث تضمن الاوراق اللي هتسحبها. هنا بقى الموضوع يبقى مختلف. رتبت 3 اوراق، هسحب منهم ورقتين، وهسيب طبعا التالتة هتبقى موجودة على اول مجموعتي، مش هعمل اي حاجة، بحيث تفضل المجموعة زي ما هي. حطيت الورقة خلفية. بص هنا انا هسحب ورقه وهو هيسحب ورقه. هنا سحبت الورقه اللي انا محتاجها. بعد كده بقى بفعل نفس الطريقه زي ما قلت لكم المبارزه اللي فاتت، خليته ينهي دوره عافيه. بعد كده استلمت الدور، ما عملش اي حاجه، يعني حرفيا هو معاه اوراق على الفاضي. اوكي، طبعا ما عملتش فيوجن، ما عملتش اي حاجه بحيث ما يحصلش اعاده خلط لمجموعتي. عايز اسيب الورقه زي ما هي. خلاص هاجمت ونهايه المبارزه. طيب بالنسبة بقى للبطولة، أول حاجة هسيب لك في الوصف رابط جروب الواتساب بتاع البطولة، ده لازم تكون موجود فيه، لأن هيبقى فيه أخبار البطولة، وأي بطولة هتتعمل تاني هتبقى برضو من خلال الجروب ده. ده غير إن كمان لو في مجموعات معينة أو أوراق معينة زي المجموعة دي اللي غالبا المفروض يعني تتمنع من البطولة، فالكلام ده كله هيبقى هناك، فلازم تكون موجود في الجروب بتاع الواتس. بالنسبة بقى لطريقة التسجيل، دي تعتبر بطولة سماش عادي. الناس اللي بتشارك في بطولات سماش فعارفة ازاي التسجيل وعارفة النظام. طيب لو انت ما شاركتش قبل كده، أول حاجة هتعملها هتخش على الموقع اللي قدامك ده، هتعمل حساب عليه. طبعا هسيب لك برده رابط الموقع ده في الوصف، اسمه جي جي ستار. هتلاقي شايف الصوره اللي موجوده على الشمال تحت كده صورتي، هتلاقي مكانها سهم، هتدوس عليه وتعمل حساب على الموقع. طبعا الموضوع يكون بسهوله جدا. طبعا الحساب اللي هتعمله على الموقع ده هتقدر بقى تشارك بيه في البطوله دي او اي بطوله تانية سواء عربيه او اجنبيه. اما بقى بالنسبه لطريقه التسجيل وطريقه اللعب في البطوله، فكل التفاصيل دي هتلاقيها برده على جروب الواتس. يعني لو انت اول مره ومش عارف، هتلاقي شرح بالتفصيل ازاي تشارك او تسجل في البطوله، وكمان نظام اللعب، لان نظام لعب البطولات دي بيكون مختلف. طبعا البطولات دي زي ما قلت لك بتنزل على موقع الميتا، لا يعني المجموعات اللي هتكسب هتنزل على موقع الميتا، فبيبقى ليها نظام معين، لو من الاخر كده نظام اوتوماتيك، يعني مفيش حد بيقول لك خش اعمل روم ولا بتاع. لو المطوشه بتاعتك بتتحدد تلقائي من الموقع، وبتخش تعمل تاكيد اللي انت موجود في خلال وقت معين. لو انت وخصمك او حد فيكم ما عملش تاكيد، التاني بيتم استبعاده. طبعا بيتم استبعاده اوتوماتيك، يعني من الاخر لو انت ابن صاحب اللعبه محدش عارف يعمل لك حاجه. خلاص طالما الموقع استبعدك، خلاص انت كده طلعت بره البطوله. طيب البطوله هتبقى امتى؟ ان شاء الله هتبقى يوم الجمعه القادم، هتبدا الساعه 8. لازم تكون موجوده على الموقع عشان تتابع المباريات بتاعتك امتى، وتخش بقى تعمل تاكيد وتلعب. الطريقه عموما كلها هتلاقيها على جروب الواتس، وحتى لو في حاجه مش فاهمها هتلاقي ناس تشرح لك وتفهمك كل حاجه.
طيب البطوله مش انا اللي عاملها، اللي عامل البطوله اللي هم الناس اللي هتلاقوهم على جروب الواتس، انا موجود معاهم برضو في الجروب. زي ما قلت لك البطوله هتبدا 8 وان شاء الله هيكون في ستريم على البطوله، بس مش كلها يعني، هتجاوز الادوار الاولى في البطوله، عشان على فكره البطوله بتطول لانها كلها بتخلص في نفس اليوم. فانا هفوت الادوار الاولى وهبدا استريم مثلا من الادوار النهائيه، هحاول على قد ما اقدر برضو اطلع لايف بدري. بس كده ده كان كل حاجه النهارده، اشوفكم بقى الفيديو الجاي، سلام.